مساء الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة. اشتقيت لكم كلش هواية. رجعت وياكم بفيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله تتحفزون وياي حبايب قلبي. اول شغلة بلشت بيها شلت الفراش مال الغرفة، شلت النزلة مال الترباية خليتها بالغسالة، وبلشت بعدها هنا انظف بالسطح. جيت لقيت السطح كلش متوسخ فبلشت اغسل بيه بهاي الطريقة. فمثل ما تشوفون أنا هاي طريقتي بالغسل. حابة من خلال هذا الفيديو حابة أشكر المتابعين الجدد، كل الهلا بكم حبايب قلبي، نورتوا القناة. ربي يرزقكم السبع سعادات بحق محمد وآل محمد. حابة أشكر المتابعين اللي وياي متواصلين، وكلامكم بالتعليقات اللي يخبل مثلكم فدوى لقلبكم بنات، ما قصرتوا وياي. أنا ممنونة من يومكم على هالكلام الراقي مثلكم. كلش أشكركم حبايب قلبي. فأتمنى من يمكم إذا وصلتوا لوياي لهنا ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة حبايب قلبي. هنا مثل ما تشوفوني أنا أرجع للفيديو، بلشت أغسل بيه. هذا روتيني من الصبح. أنا من أكون وحدي، يعني زوجي اليوم هذا من الصبح لليل هو مو وياي، فمن أكون أنا وحدي شنو أسوي؟ فبلشت هنا أنا قلت لكم غسل البيت من السطح، وأني نزلت جوا كله غسلته ورتبته على حسب الأصول. فمثل ما تشوفون أنا هنا مستمرة أغسل بهاي الطريقة حتى أتأكد إنه كل شي صار بيه نظيف. فخليكم أنتم ويا الفيديو وأني راح أحكي بفد شغلة. أكو بنية من البنات سألتني قالت لي من سويت القناة زوجك يعرف لو ما يعرف؟ فحابة أجاوب على هذا السؤال. شوفوا بنات، راح أقول لكم فد شغلة. أنا مستحيل أسوي فد شي وزوجي ما يعرف بيه، مستحيل. شوفوا بنات شلون صار التنظيف، صار السطح يجنن. شوفوا كل شي بيه نظفته وكل شي صار بيه خبل، كل شي نظفته ورجعته المكانه مثل ما تشوفون حبايب. بعدها بلشت هنا تنظيفات الغرفة، فخليكم انتم ويا تنظيفات الغرفة وارجع لسالفتي. فحابة اقول لك شغلة حبيبتي، مستحيل اسوي شغلة زوجي ما يقبل عليها او ما يدري بيها، مستحيل. يعني اني اروح منا لبيت عيالي اللي اقول لزوجي ما نهائيا، يعني ابسط شي هاي عند الطلعة ما اخطي خطوة من الباب اذا ما زوجي يعرف بيها. كل شي بحياتي اسوي زوجي مو بس هو مو بس زوج، لا، وانما هو صديقي واخويا وحبيبي. وبالرغم ما اني يعني ابد ما اسولف لاي شخص، اسولف بس اله. اي شي اذا تأذيت من شخص، توجعت من شخص، نهائيا ما اسولف لاي شخص. اني كل سري هو يمه. فحابة اقول لك انه هو من المتابعين الي، واول ما ينزل الفيديو هو اللي ينطي لايك وهو اللي يعلق. فهو من المتابعين الي، هو من المتابعين الي ومن الداعمين الي، وكلش مشجعني على هذا الشي. وبالنسبة إلي ما أشوف شي لا بعيب ولا بحرام. بالنسبة إلي جاي أشارككم روتيناتي ويومياتي وأنا بالبيت، لا طالع من يمي فد شي ولا سامعين من يمي فد كلام مو حلو. بالعكس، يعني أنا كسبت محبة ناس بفترة كلش قصيرة، كسبت هالمحبة. الشغلة الثانية، أنا من خلال هذا الفيديو حابة أشكره وأقول له فدوى لقلبك، ربي يحفظك إلي ويديمك إلي أحلى سند بالدنيا كلها أنت. فهو اللي خطية داعمني واللي مساندني بهاي القناة. يعني هسه أي مشكلة نصير عندي بالقناة خطية هو وياي. فحابة أقول له أنت ما قصرت، وقدام هاي الملايين حابة أشكرك وأقدم لك كل الحب والاحترام. فحبيبتي اطمئني، يعرفوا من متابعيني، وقلت لك الفيديو شوفه أول بأول، فأنتي اطمئني. شغلة ثانية، اكو بنات سألوني، حابة اجاوب المتابعين الجدد، قالوا لي عرفينا عن نفسك. فحابة اعرف عن نفسي. انا اسمي حوراء، من مدينة بغداد العفو. مواليد 1995، 23/6. عمري يعني 26 سنة. زين حبايب، بعد شنو سألتوني شو وقت تزوجت ب2012 6/9، صار لي 11 سنة متزوجة وما عندي أطفال. وزوجي اسمه محمد، مواليد 1993، 27/12. زين حبايب، سألتوني هماتين شو مخلصة. أنا مخلصة سادس إعدادي.
سألتوني بيتي أنا وحدي، سألتوني شقد البعد بيني وبين عيالي الشارع، بيتي وحدي. الحمد لله والشكر. بعد شنو تسألوني؟ سألتوني هواي أسئلة بنات، فأنا جاوبت المتابعات الجدد البنات اللي ما يعرفوني. فهنا أنا أرجع وياكم للفيديو. فهنا أنا بلشت أنا أمسح بالأخشاب بهاي الطريقة مثل ما تشوفون حبايب قلبي، وأي سؤال حابين تسألوني إياه راح أجاوبكم عليه. هنا أنا آخر شي بلشت هو بتنظيف الغرفة، يعني بالأرضية. فهنا بلشت أنظف بيها بالمكنسة الكهربائية مثل ما تشوفون بهاي الطريقة، نظفتها بالمكنسة الكهربائية. زين حبايب، وبعدها هنا أنا خليت بالوصلة قاصر وشوية معطر وبلشت أمسح. بنات هذا الموكيت كلش حلو، اللي بيه إنه سهل التنظيف وكلش حلو، فأني أمسحه ما يخمخم نهائيا لين أشعل عليه البنكة، فتحسين ريحة المعطر بيه دائما يعني بالغرفة تصير، فكلش حلو بتنظيفه. فهنا مثل ما تشوفون أنا أمسح بالموكد بهاي الطريقة، مخلية قاصر ومخلية معطر أرضيات، وبلشت أمسح بهاي الطريقة. بنات أتمنى تشجعوني وتحفزوني مثل ما جاي أحفزكم، أتمنى الفيديو يعجبكم، وأتمنى تشجعون وتتحفزون وتاخذون منه الطاقة الإيجابية. حبايب قلبي فدوى قلبكم بنات، ما قصرتوا وياي. بعد ما خلصت الغرفة شوفولي شنو رأيكم بالغرفة، شوفولي الجمال، شوفولي الكياتة، وشوفولي جمال اللون. شنو رأيكم بيها؟ كتبولي رأيكم بالتعليقات، رأيكم كل شي يهمني حبايب قلبي. يلا خليني أشوف همتكم وياي، كل بنية تعلق 10 تعليقات حتى الفيديو يصعد. يلا حبايب شوفونا همتكم، شنو رأيكم بهذا الترتيب؟ قلت لكم أنا يعني منه أنا بسرعة أمل من الألوان، فأنا كنت مسويتها باللون اللي شوي تغيرت، يعني ما أحب أبقى على شي ثابتة، يعني ما أعرف ليش. شوفوا الجمال حبايب قلبي، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تشوفون تحسينها كيوت ناعمة، كل شي بيها حلو ومرتب. هذا الفرو هماتين غسلته، شلت الأبيض وخليت هذا الكريمي أو الكاكاوي، يعني غيرت هذا اللون. بعد غيرت أنا هماتين كلش أحبه هذا اللون، أحسه مريح. فهنا مثل ما تشوفون كل شي بيها صار نظيف ويلمع، كل شي بيها نظفته على حسب الأصول. هذا التنظيف الأسبوعي للغرفة، لأن أنا قلت لكم مرات كل أسبوع مرات كل 5 أيام أنظف الغرفة تنظيف شامل، حتى إذا كنت فارشة. زين حبايب، بعد ما خلصت الغرفة هنا أنا أجي شغلت الغسالة، خليت بيها زاهو وخليت بيها قاصر وخليت بيها معطر مثل ما تشوفون بهاي الطريقة، وراح أخلي الخاوليات البيت كلهن هاي مثل ما تشوفون. قلت لكم هذا التنظيف الأسبوعي، فأنا هنا أنا خليت الخاوليات كلهم بالغسالة. جيت نظفت المطبخ الحار اليوم، أنا يعني بهذا اليوم هو نفس اليوم بقيت لا غدا ولا ريوق لأن زوجي مو وياي، فبقيت. بعدها شوف شلون نظفت الحمام هماتين، جلفته وكملت، غسلت الملابس كلها، غسلت الخاوليات، كل شي ما خليت كله غسلته، وبعدها غسلت الحمام مثل ما تشوفون حبايب قلبي. بعدها هنا أنا اجيت ورا ما غسلت الحمام، هنا أنا مسحت الأرضية، هنا أنا المطبخ أنا مطلعة فراشه فمسحته مثل ما تشوفون، وبلشت هنا أنا أكنس بالمكنسة الكهربائية بالصالة مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. من خلال هذا الفيديو حابة أقدم نصيحة للأمهات اللي جاني بالنسبة إلي دا أشوف أطفالهم بالشارع، فحابة أقدم لش نصيحة. شنو الفكرة من إنه أنتي تخلفين والطفل يعني بالشارع 24 ساعة؟ زين أنتي شنو دورك؟ أنتي شنو دورك بالحياة وابنك 24 ساعة بالشارع؟
إذا أنت مو قد المسؤولية أقاطع الموضوع، شوفوا لي المطبخ شلون صار بعد ما نظفته تنظيف كلش حلو، رجعت فرشته. إذا أنت مو قد المسؤولية ليش تخلفين؟ والله العظيم يعني أشوف أباوع بالكاميرات، أشوف أطفال، يعني شنو الطفل الساعة ب12 بالليل بعده بالشارع؟ زي أنت شنو دورك؟ أنت تعرفين الشارع شنو بيه؟ تعرفين الشارع النماذج اللي بيه شنو؟ هاي أمانة وباكر تتحاسبون عليها. بنات انتبهوا لأطفالكم. طفل بالشارع، أو أشوف بنية قاعدة بالباب من الصبح لليل. أنا وياكم صغيرة الضوج، بس مو بهاي الطريقة. بنات انتبهوا على أطفالكم، وضعنا يخوف، وضعنا ما بي أمان، فانتبهوا على أطفالكم. هاي أمانة عندكم باكر تتحاسبون عليها. شنو رأيكم بالصالة بعد التنظيف والترتيب؟ هنا الفرشة أني كنستها بالمكنسة الكهربائية، وبعدها خليت قاصر وزاهي وعملاق بالوصلة، وبلشت مسحت الكاربت بهاي الطريقة. شنو رأيكم بيها؟ شنو رأيكم بترتيب؟ انطوني رأيكم بالتعليقات حبايب قلبي. أنا بالنسبة لي ما أقعد، تغييرات يومية وتنظيفات جديدة يومية أسوي. أني الشي اللي حابته قلت لكم أبدع بيه. فأرجع لسالفتي، يا أمهات يا أخواتي انتبهوا على أطفالكم. ترى الشارع كل شي يعلم، ألفاظ غير مقبولة. انتبه على أطفالك. طفلي يوقف بالباب وقف يمه، طفلي يطلع المكان أروح وياه. وضعنا يخوف، وقتنا مو مال بي أمان. فأتمنى من يمكم تابعون أطفالكم. هنا جيت نظفت الاستقبال هماتين، بس ما صورت وياكم. بلشت أبخر بيها الاستقبال، وبعدها بلشت أبخر بالبيت مثل ما تشوفون حبايب قلبي. فيا أخواتي هذولا على قعدة الساعة باكر تتحاسبون، فدير بالكم على هالأمانة اللي عندكم. طفلي وياي، إذا طلع ويا أبوه ويا واحد كبير، لا تخلينا يطلع برا وحده. ترى إحنا جاي نتابع وجاي نشوف الأحداث اللي جاي تصير. فأتمنى النصيحة تاخذونها من أختكم الصغيرة. أتمنى حبايب قلبي ما أكون ضوجتكم بكلامي، ولو ما حكيت بهذا الموضوع هواية، بس يعذروني تعبانة ومريضة. فهنا مثل ما تشوفون آخر شي جيت بخرت الغرفة. حبايب قلبي اعذروني كلش، اعذروني على صوتي، أنا اليوم كلش مريضة وتعبانة. حتى والله العظيم استوني جيت من الدكتور وجاي أمنتجكم بالفيديو. فاعذروني كلش على صوتي اليوم وعلى كلامه وياكم. فهنا أنا آخر شي بلشت بيه هو غسل الحوش بهاي الطريقة بنات. بعد ما غسلت الحوش شوفوا لي هاي المشرة ملابس مشرتين، هذول النفرين، يعني احنا يومية مشرتين ملابس والله العظيم بنات. فمثل ما تشوفون كل شي صار بالبيت. هنا نشوف الحوش شلون صار يلمع، فكل شي صار بالبيت نظيف ومرتب ويلمع. أني هاي من أريد أطلع مكان أنظف على حسب الأصول يلا أطلع. هاي هنا بعدها رحت للدكتور، فمن رحت للدكتور ما صورت، وهذه تعرفون هوسة. فبعد ما رجعت من الدكتور رجعت يعني صاير العشاء، فأنا رجعت مريضة وتعبانة. خطية ما قصر جاب لنا عشاء، سهمنا وسهمكم ألف عافية. وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى ما تنسون من اللايك حبايب قلبي، وأتمنى المشاهدات تصعد. هاي آخر شي علاجي. مع السلامة بنات، باي.